اعتذر أيها القذر، منحط وعديم الأخلاق، دبلوماسية قذرة، وقاحة. عناوين رئيسية تصدرت معظم الصحف التركية الصادرة اليوم، كلها تهاجم نائب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أيالون وحكومته على طريقة تعامله مع السفير التركي لدى إسرائيل، وتطالب أنقرة برد أشد. إسرائيل تدفع نفسها للعزلة، وتركيا أتاحت أمامها فرصة لفك عزلتها في المنطقة، وهي التي تمكنت من تشكيل توازنات جديدة في المنطقة. بنفس الاتجاه أيضا ظهر الأتراك غاضبين من سلوك إسرائيل، فصورة هذا الكيان سيئة في أذهانهم، إذ يعتبرون جيشها مرتكب جرائم حرب، واستخباراتها تنفذ مخططات مشبوهة لضرب استقرار البلاد. معظمهم طالب بقطع العلاقات وسحب السفير وإلغاء كل أشكال التعاون مع إسرائيل. لا نريد علاقة مع إسرائيل لأن استخباراتها تتدخل في شؤوننا وتثير نزاعات داخلية. هل يجب أن نعلن الحرب حتى تفهم إسرائيل أهميتنا؟ هذه قلة أدب من إسرائيل، علينا أن نسحب سفيرنا. المعارضة بشتى أطيافها داخل البرلمان وخارجه أيضا اتفقت من جانبها على ضرورة معاقبة إسرائيل لتطاولها على تركيا، التي يفتخر مسؤولوها بأنها من الدول القليلة التي أحسنت معاملة اليهود في أصعب أوقاتهم. يجب أن تدفع إسرائيل ثمن وقاحتها، هذه مسألة قومية، وعلينا الرد على إسرائيل بما يتناسب مع فعلتها، وأقلها خفض مستوى العلاقات. شركة الإنتاج السينمائي التي أنتجت فيلم وادي الذئاب المتهم بالإساءة لسمعة إسرائيل أصدرت هي الأخرى بيانا تمسكت فيه بموقفها، وأكدت أنها أظهرت جزءا فقط من حقيقة إسرائيل، وأنها بصدد إنتاج فيلم جديد يتناول مأساة الفلسطينيين. لذلك على إسرائيل أن توقف اعتداءاتها الوحشية على الأطفال والأبرياء الفلسطينيين، بدلا من ارتكاب فضائح دبلوماسية للتستر على جرائمها. العلاقة بين تركيا وإسرائيل معقدة ومتشعبة سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا، وتحكمها اعتبارات دولية وإقليمية تؤثر في سياسة البلدين. لذلك يستبعد بعض المراقبين انقطاع هذه العلاقة تماما رغم احتمال ضعفها وتوترها أحيانا. عمر خشرم، الجزيرة، أنقرة.